اهلا معاكم سارة. في فيديو النهاردة هنعمل الدونات الهش والطري، هنعمل معاه كمان جليز السكر. استحالة تشتروه بعد ما تجربوا وصفة النهاردة. يلا على طول ونبدأ في وصفتنا. وعشان العجينة محتاجين 4 بيض، وطبعا يكونوا بحرارة المطبخ، نص كوباية زبدة، نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، 200 ملي من اللبن، كيلو دقيق، رشة ملح. هنبدأ أول حاجة نعملها، على اللبن هضيف البيض، السكر، الخميرة، واقلبهم كويس جدا مع بعض. لو انا مش متأكدة ان الخميرة بتاعتي تخلي العجين يختمر، فانا هعملها الاول اختبار ان انا هضيف الخميرة عليها حبة بس من المية ومعلقة السكر واقلبهم مع بعض واسيبهم شوية. اول ما يبدأ عندي فيه فقاقيع كده او بابلز على الوش، ده معناه ان خلاص تمام، وابدأ اكمل بيها بقية الخطوات بتاعتي. اما عشان انا متأكدة ان الخميرة بتاعتي تمام وهتشتغل، خلطت كل حاجة، البيض مع السكر مع اللبن والخميرة، قلبتهم كويس جدا. وفي طبق تاني هبدأ ان انا اضيف الدقيق وهضيف عليه رشة الملح، وهاجي كده في النص اعمل زي حفرة وابدأ اضيف عليها المواد السائلة، واخلط كل الدقيق مع المواد السائلة لحد ما تتكون معايا عجينة. كده بالشكل ده هبدأ أضيف عليه كمية الزبدة اللي هي نص كوباية، وأعجن لحد ما أدخل كمية الزبدة في قلب العجين وتكون معايا عجينة طرية وناعمة وما بتلزقش. أغطيها وأسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر ويضاعف حجمها. بعد ما تختمر هبدأ ان انا اخدها وافردها على الرخامة، احط بس رشة بسيطة خالص من الدقيق وابدأ ان انا افردها. هنجيب اي كوباية او اي طبق يكون عندنا بالمقاس اللي احنا حابينه، وهبدأ ان انا احطه الاول في الدقيق واقطع العجينة بيه عشان بس ما يخلوش ان هو يلزق في الطبق. هشيل بقية العجينة واجمعها مع بعض وابدأ ان انا افردها تاني. احاول بس ان انا مهدرش في العجين كتير، عشان طبعا مش هتلحق ان هي تكون اختمرت معايا، بس على ما اكون خلصت بقية الكمية اللي عندي هكون ان شاء الله هي اختمرت شوية. وبعد ما اخلص كل الكمية هضيفها في صينية ويكون عليها ورق زبدة يكون على قد كل قطعة، او بعد ما اضيفها كده على ورق الزبدة بالشكل ده ممكن اقطعها، بس الاسهل ان انا اعمل مربعات صغيرة او اقطع ورق الزبدة الاول. اغطيها تاني واسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر ويضاعف حجمها. بعد كده في الزيت يكون غزير هضيف فيه الدونات. ممكن اعمل اختبار ان انا اضيف واحدة بس من الصغيرين دول اللي انا عاملاهم، وابدأ احمر بعد كده الكمية بتاعتي، طبعا على حسب الحجم بتاع الصينية، او انا ساعات بحب ان انا اعملها في الحلة عشان ما تاخدش معايا كمية زيت كتير وتكون غويطة. فهضيف كمية الدونات على قد حجم الحاجة اللي انا مستخدماها، واسيبها لحد ما الاقيها اتحمرت واقلبها على الناحية التانية وتكون معايا بالشكل ده. بعد ما نطلعه هنصفيه وهنسيبه يبرد. بعد كده هنبدأ نحط عليه الجليز او هنحط عليه اي حاجة احنا حابين. هجيب زبدة اللوتس واحطها في طبق وادخلها الميكرويف او على حمام مائي لحد ما تسيح وتبقى سهلة في الاستخدام. وعندي هنا سكر بودر، هضيف عليه فانيليا وهضيف عليه لبن. ضيفوا بالتدريج بالراحة خالص مع التقليب لحد ما توصلوا للسمك اللي انتوا حابينه. وممكن كمان نضيف عليه الوان.
فتحت لكم واحدة عشان تشوفوا قد ايه ان هي هشة وطرية من جوه. ضفت سبرينكلز على الوش، وحبة كمان ضفت عليهم شوكولاتة، وده شكلها النهائي. يا رب تكونوا استفدتوا من وصفة النهاردة، ويا رب تكون عجبتكم. قابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.